جلست أبكي ومرعوب، ما كنت أعرف إيش أسوي أو وين أروح. كنت أفكر في أختي الصغيرة، وفجأة خطر في بالي وينها؟ كيف أنقذها؟ وأسوأ شيء، كانت المرأة اللي شفتها قبل شوي شكلها مو طبيعي، تحسها مجنونة أو يمكن مو إنسية أصلاً. طلعت فوق على السطح عشان ضوء القمر يساعدني أشوف، بعدين نزلت بسرعة لشباك الحمام وفتحت الباب. طلعت صوتي وقلت: أنا أخوكي، لا تخافين. ركضت نحوي أختي الصغيرة وحضنتني وهي ترجف. حسيت بالأمان شوي، لكن خوفي ما راح لأننا ما زلنا داخل البيت. مسكت يدها وطلعنا من الباب الخلفي نزولا للسلم الخلفي اللي يفتح على الشارع. وأنا ماشي تذكرت خادمتنا اللي تنام فوق السطح. قالت لي أختي بخوف: بس الخادمة ما نقدر نتركها، يمكن يلحقونها. قلت لها: لا تخافين، أنا سكرت باب السطح، والظهر هذيك المرأة ما تعرف تفتح أبواب أصلاً، وإن شاء الله زوجها نفس الشيء. أهم شيء نطلع. أول ما نطلع أتصل بالنجدة. وصلنا لباب العمارة، الحمد لله كان مفتوح. ركضنا وسط الحديقة الصغيرة، وباب المنزل الأساسي كان بعيد خطوات بس. فجأة قالت أختي: ما أقدر أركض، تعبت. وفي اللحظة نفسها انفتحت كل نوافذ البيت مرة واحدة، وأنورت كل اللمبات، وبعدها طفت ورجعت أنارت، وكأن شي داخل البيت يلعب بالكهرباء، وصوت فحيح غريب يطلع من كل مكان. حملت أختي على ظهري، وبمجرد ما خطيت خطوة برا ظهر قدامي شي ضخم يسد الباب كالجدار. مع وقفته فهمت فوراً هذا الرجل الغريب، وبصوته المرعب قال: هل تخاف من الظلام أم من الموت أكثر؟ وبدأ يتمتم بكلمات غريبة بسرعة مو طبيعية. رفع يده أشار للسقف، ولما رفعت راسي شفت الصدمة. الخادمة مربوطة من رقبتها ومشنوقة. طلعت قدامنا امرأة لابسة عباية سودة، شعرها الأسود مغطي وجهها، وتتحرك كأنها تنزلق على الأرض مو تمشي، كأن قوة تدفعها من الخلف، وتردد كلمات غير مفهومة. وزوجها يرد عليها من وراي وهو يضحك. ويقتربون ويقتربون، وأضواء البيت وراهم تتلخبط بشكل جنوني. رجلي ما عادت تشلني، طحت على الأرض وأنا أصرخ من الخوف، وإختي تصرخ جنبي. وفجأة انطلق صوت: الله أكبر، الله أكبر. أذان الفجر من مسجد قريب. تجمد الرجل وزوجته، تعابير وجوههم تغيرت من صمت لعبوس لغضب. وقال الرجل: ستدفع الثمن. وبلحظة اختفوا. الشرطة وصلت، وأمي وأبي وصلوا، وتم تسجيل موت الخادمة انتحار. ولا أحد صدق اللي شفته، وقالوا إن أختي فقدت عقلها بسبب منظر الخادمة، مو بسببهم. لكن أنا لحد اليوم كل ما أغلق النور أسمع صوته يرجع في إذني: هل تخاف من الظلام أم من الموت أكثر؟